هل قبل كده فكرت تسأل نفسك إنه لما الليل يخش علينا بتبدأ تحس بالنعاس، ولما الدنيا تبدأ تصبح بتحس نفسك إنك قدرت تصحى أو تصحى، وأحيانا بتصحى من غير منبه؟ طيب جسمك يعرف من وين إنه هسه ده ليل ولا هسه ده صباح؟ النوم والصحيان يا جماعة ما حاجة بتحصل عشوائية. جسمك محتاج يعرف هل هسه ده وقت بتاع نشاط ولا وقت بتاع استعداد للنوم، وعشان يعرف التوقيت الصح هو محتاج إشارات من البيئة اللي حوله، ومن أهم الإشارات دي الضوء. القصة ببساطة يا جماعة بتبدأ من هنا، من عينك دي. لما ضوء الصباح يدخل على العين ما بتستخدم الضوء ده بس عشان تشوف، عن طريق العين دي الضوء بيرسل إشارات للمخ، والإشارات دي بتقول لجسمك إنه النهار بدأ، فبيبدأ جسمك يجهزك للصحيان والنشاط. لما الضوء ده يقل في المساء الإشارات دي بتتغير، والميلاتونين بيبدأ يرتفع تدريجيا، والجسم بيبدأ يتحول من وضع النشاط لوضع الاستعداد للنوم. العملية دي كلها اسمها الساعة البيولوجية، وهي معقدة جدا 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 وبتخش فيها عمليات حيوية كثيرة جدا. طيب يا جماعة، احنا حاليا عندنا مشكلة لازم ننتبه لها. زمان الشمس دي بتغيب والدنيا بتضلم، هسه الشمس بتغيب لكن عيوننا دي لسه بتستقبل ضوء من الموبايل، من التلفزيون، اللابتوب، انوار البيت. يعني البيئة اللي حولك بتقول لجسمك الليل بدأ، لكن الضوء الواصل لعينك ممكن يدي ساعتك الداخلية إشارة مختلفة. عشان كده الدعم بتاعك لساعتك البيولوجية ما بيبدأ من إنه تقول أنا أنوم بدري. حاول أبدأ يومك بضوء النهار، أو خلال المساء خفف الإضاءة القوية، قلل الشاشات والضوء القريب من العين قبل النوم قدر الإمكان، وحاول تخلي مواعيد نومك وصحيانك منتظمة. الفكرة ببساطة إنه تخلي يومك يساعد ساعتك تعرف الوقت، بدل ما تخلي يومك يشتغل عكس الساعة بتاعتك. عشان كده يا جماعة جودة نومكم ما مرتبطة بعدد الساعات اللي بتنوموها. جسمك ما محتاج يعرف بس شنو يعمل، جسمك محتاج يعرف برضو يعمل متين.